كيف تحولت شكل هي طالبة من هيدا الشكل لهيدا الشكل. هي الفتاة الأمريكية اسمها جاكلين دوران، عمرها 22 سنة. كانت جاكلين تعتني بحيوانات الناس مقابل مال وقت لما أصحاب هدول الحيوانات يسافروا أو لما يكونوا مشغولين. في 23 ديسمبر عام 2021 قبل يوم واحد من عيد ميلادها، في أحد العائلات اتصلوا على جاكلين إنه تعي اهتمي بهدول الكلبين لأنه نحن مسافرين لبرا. فجاكلين قبلها بمرة اهتمت بهدول الكلبين وكانوا كتير منيحين معها. فهي العائلة كانوا مطمئنين. هي العائلة بعد ما وصلت جاكلين وصلت على بيت. أول ما فتحت الباب البيت هدول الكلبين هجموا عليها وسحبوها داخل البيت. شوهوا وجهها بشكل كبير، يعني حولوا وجهها من بنت 22 سنة لوحدة عمرها 60 سنة، وإصابات عميقة وخطيرة جدا في جسمها، وفقدت كمية كبيرة من الدم وحالتها صارت بين الحياة والموت. البيت صارت كلها دم. بعد وقت قصير شرطة وصلوا على البيت. مين يلي اتصل بالشرطة؟ انذار البيت لأنه شاف باب المنزل مفتوح من فترة طويلة. شرطة دخلوا على البيت وشافوا بيت مليان دم. فورا حولوا جاكلين الى مستشفى، وجاكلين كانت في حالة الغيبوبة وظلت بمستشفى تقريبا حوالي 8 اسابيع، وبعدها طلعت من المستشفى وهي حاليا في رحلة علاج وجهها. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي